يعني أنا أعتقد أو أدعو بشكل واضح قناة العرب الإخبارية الأولى قناة الحدث أن تعيد النظر بتقارير مراسليها ومحرري نشراتها. أريد أن أغوص بشكل أكثر دقة. يعني قد نأخذ على التيار الصدري عدم انفتاحه على الخط الأمريكي من الواقع الذي يعرفه العراقيين، وأعتقد كل مراقب منصف للساحة العراقية، أن أكثر فصائل الحشد الشعبي التزاما بالمعايير الوطنية والأكثر ابتعادا عن الطائفية، وبشكل واضح أيضا لنقول والأكثر قربا لسنة العراق والأكثر تنديدا بالانتهاكات التي تصدر من الحشد، هي قيادة وقوات سرايا السلام، الجناح المسلح التابع للتيار الصدري، والذي ورث جيش المهدي بعد أن تغيرت مسيرة التيار الصدري وتحول إلى تيار إصلاحي وطني كبير، بالرغم من أننا لا نزال نأخذ عليه عدم الواقعية في انفتاحه على العلاقات الأمريكية. يعني تقرير الأخت رولا لم يكن منصفا بحق التيار الصدري حقيقة وبحق سرايا السلام. يعني أنا أدعو إلى التدقيق أكثر في هذا الموضوع. نعم، لقد تكون بقية فصائل الحشد بشكل واضح، لكن إذا نأخذ التيار الصدري بشكل منفرد عن تلك الفصائل، فلا أعتقد يجب أن نضع التيار وجناح المسلح في ضمن هذا الإطار ونخدش وطنية اختبرت للتيار ولسرايا السلام في المشهد المعقد العراقي بعد سقوط الموصل. واقعيا ست هديل، هناك صراع سياسي عنيف بين القوى الشيعية في العراق. يعني البعض أراد وبشكل واضح كان يدعو أن يكون الحشد الشعبي بديلا للقوات المسلحة، وهناك نظريات سياسية صدرت من قيادات سياسية مهمة أن الحشد يجب أن يكون مؤسسة رديفة أو على الأقل استنساخ لمؤسسة الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي كانوا جميعا يدعون طبعا، وليس سرايا السلام ولا مقتدى الصدر منهم. اليوم مقتدى الصدر أعلن رغبته واستعداده المسبقة والتي سبق وأعلنها أن الحشد الشعبي حالة مؤقتة، وأن الأفضلية للجيش العراقي، وأنه على استعداد في أي وقت لكي يزج سرايا السلام ضمن القوات المسلحة. لكن بالعودة على بقية الفصائل، كانت هذه الفصائل لطالما تطرح أن الجيش يأخذ موازنة كبيرة ويأخذ استحقاقات كبيرة ولا يحقق أي انتصارات، وهي التي تحقق بالرغم من أنها 90% في دعمها اللوجستي والقتالي تعتمد على إمكانيات الجيش العراقي وعلى جهاز مكافحة الإرهاب، بل وحتى على التعاون الأمريكي أو تعاون التحالف الدولي مع جهاز مكافحة الإرهاب في مناطق الاشتباك، وخاصة في محور صلاح الدين.